بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير سألتني عايز افتح مصنع ملابس عم حسن ومش عارف ابدأ منين، ولا اجيب مكن ايه، ولا اجيب كام مكنة. طبعا الاسئلة دي جات لي بعد الفيديو بتاع اللي كنت بشرح فيه الفرق بين المكن العادي والكمبيوتر والنص كمبيوتر. فبعد فترة قلت اعمل الفيديو ده علشان اجاوب على كتير من الاسئلة ديت. معلش هو فيديو طويل شوية. هات كوباية الشاي بتاعتك او القهوة حسب ما انت بتشرب وتعالى اتفرج، لانك لازم ان شاء الله هتخرج من الفيديو ده بمعلومات جديدة باذن الله. يلا بقى عبال لما الانترو يخلص اخبط لايك جميل وانزل اشترك في القناة. ولو انت اول مرة تشوفنا بعد ما الفيديو ده يخلص خد لك لفة في القناة، هتلاقي حاجات كتير جدا تعجبك. طيب ورجعنا لكم تاني بعد الانترو ما خلص. عايز اعمل مصنع جديد يا عم حسن، او عايز اخش المجال، او عايز افتح مصنع ملابس. ما عنديش معلومات كافية، ابدأ منين؟ اولا لازم تحدد انت هتشتغل تصنيع للغير ولا منتج خاص بيك انت، لان الكل منهم قصة معينة في العمل. اولا لو هتصنع للغير فلازم تحدد انت هتشتغل ايه، بمعنى هتشتغل اطفال او رجالي او حريمي، ولو هتشتغل شغل كلاسيك او شغل كاجوال، واخيرا هتشتغل جينز ولا لا. وانا سبت الجينز للاخر لان المنتج ده بالذات هو اكبر مستهلك للمكن. طيب حددت انت هتشتغل ايه، تعال بقى للنقطة اللي بعديها. المكن، هشتري كم مكنة وتخصصات ايه وانواع ايه. انا هقول لك على انواع المكن وبيستخدم في ايه بالظبط، وانتاج كل مكنة قد ايه في اليوم تقريبا. وانا هنا هتكلم عن يوم عمل عادي 7 ساعات. رقم 1، هات ورقة وقلم واكتب ورايا. اللي انا هكتب لك على هيظهر لك على الشاشة عندك دلوقتي كل مكنة اسمها ايه. رقم 1 مكنة سنجر كمبيوتر كامل، ودي شغلها متعدد لا يمكن حصره، بس خلينا نقول انها بتخيط كل حاجة حرفيا، وتقدر بمكنة واحدة ومكنة اوفر، او اللي بنسميها في المحلات او في الاتيليه او حاجة بنسميها مكنة سرفلة. تقدر تفتح اتيليه او تقدر تفتح محل وتشتغل وتاكل عيش ان شاء الله لو انت متابعني وبتشتغل شغل خاص بيك لوحدك. لكن كشغل صناعي هي بتشتغل كل مراحل التثبيت وكل مراحل التشييم وتركيب الجيوب لو ابرة واحدة وعمل بنط تاني. ده بيبقى في جيوب معينة، وفي معظم استعمال البنط التاني ده بيكون في جيوب الجينز بتاعت الجيب اللي ورا. وعمل وتركيب الكولا والأساور، نشتغل عليها الكولا والأساور من الألف للياء على المكنة السنجر. مراحلها كتير جدا يا جماعة، لا يمكن حصرها في كلمتين، لو هتكلم عنها تاخد الفيديو لوحدها. ونظرا لأن عمل المكنة ديت غير محدود فهيكون تحديد الإنتاج بتاعها صعب شوية، لكن خلينا أقول لك بعض الإنتاج ليها في المراحل الصعبة. أولا تركيب الجيب الجينز أو جيب الجلابية مثلا، أو الجيب بتاع القميص. المكنة ديت مع صنايعي كويس إنتاجها هيتراوح ما بين 700 إلى 1000 جيب في اليوم الواحد، على حسب الخامة وحجم الجيب ونظافة المكوى وصيانة المكنة هي كمان. وأحسن الأنواع في السوق حاليا في مصر على قد فلوسنا جديد. أنا بتكلم عن المكن الجديد بالترتيب كده، واحفظها معايا لأن القايمة ديت هتنزل معايا في كل المكن إن شاء الله هنتكلم عنه. رقم 1 تيبيكال، وهقول لك تيبيكال ليه تيبيكال، لأن تيبيكال كان مصنع بيصنع للغير، وكان في يوم من الأيام في شراكة مع شركة براذر اليابانية. فالمصنع ده عنده خبرة كبيرة يا جماعة، وفعلا المكن بتاعه بشغل أنا اشتغلت عليه فترة كافية تخليني أحكم عليه إن هو يعتبر رقم 1 في السوق هنا بالنسبة للمكن الصيني. بعد منه على طول جاك، وبعد منه صنصير. طب لو هشتري مكن مستعمل يا عم حسن، الكلام ده تكتبه ورايا بورقة وقلم بالله عليك. لو هتشتري مكن مستعمل يبقى عندك رقم 1 في السوق المصري هنا براذر او جوكي، الاتنين دول يعني ما تفلتهمش. بعدهم هتلاقي في مكنة اسمها سروبا. تمام، كل المكن ده ياباني. في تويوتا وفي متسوبيشي وفي انواع مكن كتير كده مش عايزين نتطرق ليها، بس الاشهر
والعملي هنا وانا جربته شخصيا، عشان انا طبعا ما جربتش كل المكن كل الماركات دي، لكن اللي جربته شخصيا براذر، جوكي، والسروبا، وفي مكنه اسمها سان ستار، بس انا ما بنصحش بيها لان مصنعها وقف، فهيبقى عندك مشاكل في قطع الغيار بتاعتها. تمام. خدت الكام نوع الياباني دول وكتبتهم عندك في ورقه، دول في الابره الواحده، في الابرتين زيها، في المكن الاوفر الاربعه فتله والخمسه فتله، وفي احيانا بيبقى في مكن 6 فتله، بس ده يعني نادر لما تلاقي حد مشغلها كده. رقم 1 عندك في الاوفر السروبا، رقم 2 البيجاسوس، جوكي وبراذر برضو، ده في المكن المستعمل. اكتب تاني ورايا، في المكن الكوع في بي ماك، يعني لو معاك فلوس ما تشتريش غير المكنه ديت، بس المكنه ديت بتشتغل هوا وهنتطرق ليها ونشرحها بالكامل دلوقتي. في المكن الكانساي والاورليه، في ماركه اسمها كانساي كده. تمام. وفي الجوكي وفي البراذر وفي برضو الفي بي ماك في المكن ده. كل ده بنتكلم عنه تحت بند المستعمل، لان المكن ده جديد غالي، هو موجود اكيد جديد في البلد بس غالي جدا، وبسبب ارتفاع سعر الدولار. اصلا المكن الصيني اللي بكلمك عنه ممكن المكنه تخش لها في 20,000 جنيه واكتر النهارده. طيب نكمل الفيديو بتاعنا. ما بنصحش بالمكنه السنجر انك تجيبها نص كمبيوتر لو حضرتك عايز تفتح مصنع خالص. انت محتاج كمبيوتر كامل عشان خاطر بتسرع عمليه الانتاج فعليا. في منها برضو كمبيوتر كامل بشاشة تاتش و2 موتور، واحد منفصل للسحب والتاني لحركة الإبرة، بمختلف الأنواع بمختلف الماركات. طبعا كل الماركات منزلة الموديل ده من المكنة دي. طيب استعمالها ايه الزيادة بتاعها عن الكمبيوتر الكامل؟ الكمبيوتر الكامل أنا كنت شرحتها قبل كده في فيديو سابق، هسيبه تحت الفيديو ده، هسيب اللينك بتاعه تحت الفيديو ده عشان خاطر تعرف يعني ايه كمبيوتر كامل، يعني ايه نص كمبيوتر، ويعني ايه مكنه عاديه. طيب اللي هزود لك عليه الاوبشن بتاع التاتش دلوقتي. التاتش بتعمل يعني عده اشكال من الغرز بسبب فصل الموتور، السحب بتاع الموتور بتاع الابره عن موتور، بسبب فصل الموتورين بتاع السحب عن بتاع الابره، فبتقدر تعمل اشكال في الغرز، يعني تقدر تعمل كذا غرزه كده، كذا شكل. لو يفكرك الموضوع ده بالمكن البيتي. طيب استعمالها فين دي؟ والله انا مش شايف لها استعمال غير عند الناس اللي بتحب تعمل شغل مثلا في وش الجلابيه، شغل في وش قميص، وده يعني هيبقى محدود على الناس اللي فاتح اتيليه او اللي فاتح ورشه صغيره على قده. لكن كتصنيع المكنه ديت من وجهه نظري المتواضعه مش شايف لها اي صنف اللازمه. فانت هتجيب مكن كمبيوتر كامل اللي هو الاصدارات القديمه، بتعمل فرماتورات وبتقص وبترفع الدواسه بس، شكرا، مش عايزين منها اي حاجه زياده تاني. تمام. طيب هنروح بعد كده لتاني نوع في المكن وهو الاوفر. وعندك اوفر 3 فتله، 4 فتله، ودول سرفله، وعندك ال5 فتله وديت مكنه تقفيل جنب، بتشترك هي وال4 فتله في تقفيل الجنب، وهنشرح الفروقات دي دلوقتي. ال3 فتله بقت يعتبر موضه قديمه، ما بنستعملهاش غير لو في اتيليه او في محل او انت شغلك مش لوكس ولا سوبر لوكس زي ما بيقولوا. الناس اللي بتحب تطلع شغل وحته نظيفه وحاجه بيستعملوا ال4 فتله دلوقتي كتير يعني. طيب استخدام ال4 فتله ايه؟ تعال ورايا كده. بتستعمل في تقفيل كل شغل النت، او بمعنى ادق شويه القماش اللي فيه ستريتش، او الترنجات، او التيشيرتات، او العبايات البيتي، او العبايات الاستقبال اللي هي بتبقى من قماشه فيها ستريتش، او القماش اللي هو القطيفه الخفيف اللي بتباع في السوق. تمام. بيتقفل عليها الكم وبيتقفل عليها الجنب، وكمان بتشتغل عليها شغل اللانجري والحاجات الخفيفه دي. طيب دي مكنه برضو انتاجها متعدد، يعني هعدي لك امثله لانتاج المكنه ديت في اليوم لان شغلها كتير. تمام. المكنه ديت ممكن مثلا تركب 1500 كم في اليوم.
وممكن اكتر على حسب شطارة الصنايعي اللي قاعد عليها وسهولة الحتة اللي هو بيشتغلها. هل هي حتة اطفال، هل هي حتة كبيرة، هل الكم فيه تشريب كتير، هل ما فيهوش. ده طبعا بيختلف حسب الموديلات اللي حضرتك شغال عليها. ممكن تقفل عليها في اليوم 1000 تيشيرت مثلا. هتقفل الجنب يعني هتقفل الجنب زائد الكم اللي هو تقفيلة الجنب لما بتقفله بالكم. تمام. وهكذا نفس الفكرة. المكن الخمسة فتلة هي مكنة تقفيل زي ما اتفقنا قبل كده، بس ديت بنستعملها في الشغل التقيل زي القماش الجبردين، زي القماش الجينز، زي مثلا الجلابية الرجالي، الجلابية السعودي بنقفل عليها الحتة بالكامل، او مثلا بنطلون جينز، جاكيت جينز، كل ده بنشتغله بالخمسة فتلة. والخمسة فتلة في منها خمسة فتلة ناعم وفي منها خمسة فتلة خشن. الفرق بين الاتنين عرض الاوفر ما بين السلسلة بتاعة الابرة بتاعة السلسلة وما بين الاوفر بتاع المكنة نفسه. عشان عندك اللي بنستعمل الناعم في الجلابية وفي ما يساويها من الشغل، لكن الخشن بنستعمله بس في حالة الجينز عشان خاطر هيجي التشييم بعد كده بعديها على مكنة كوع او مكنة اورليه، فبنبقى محتاجين عرض معين. هنتطرق لشرح الحاجات دي قدام. طيب الخمسة فتلة انتاجها قد ايه يا عم حسن؟ مثلا لو انت شغال بنطلون جينز، المكنة ديت في اليوم تقدر تطلع عليها مثلا من 500 ل 600 من 500 ل 700 او 800 بنطلون، تقفل عليها الجنبين بتوع الرجل. وبرضو مكنة تانية تقدر تطلع نفس الكمية ديت في الحجر، لان الحجر زي ما احنا عارفين طويل شوية فبياخد وقت في الشغل. طيب يا عم حسن، اجيب المكن الاوفر بقى كمبيوتر كامل ولا نص كمبيوتر ولا اجيبها مكنة عادية؟ وايه هو المكن الهوا؟ الكلام ده كله انا كنت شرحته في فيديو تاني بتكلم فيه عن المكن الاوفر بس لوحده، هسيب لكم برضو الرابط بتاعه او اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو ده عشان خاطر تقدر تتفرج عليه. وطبعا هتقول لي طب اشتري ماركات ايه يا عم حسن؟ انا قلتها فوق واقولها لك هنا تاني. لو هتجيب مستعمل هات بيجاسوس او هات سروبا او جوكي او برازر بالترتيب زي ما قلتهم لك. ولو هتشتري جديد يبقى تيبيكال، جاك، سانسير بالترتيب برضو. والله الموفق ان شاء الله. طبعا انت لو وصلت معايا لحد هنا وما عملتش لسه لايك للفيديو او اشتركت في القناة او ما شاركتش الفيديو فيعني هتلاقيني زعلان منك والله، بس هكمل الفيديو برضو. نروح بعد كده المكنة تانية وهي المكنة الابرتين. والمكنة دي باختصار بتعمل نفس عمل المكنة الابرة الواحدة، بس المرة دي ابرتين بيشتغلوا مع بعض مش ابرة واحدة. في منها عمود ثابت وفي منها عمود متحرك، او احنا بنسميها في مجال الشغل بتاعنا لو انت دخلت جوه المصانع يقول لك عليها مكنة اركان. طيب العمود الثابت دي بتشتغل معاك في الجلود، يعني شغلها بالذات يعني في الجلود، وبيجيبوها عشان خاطر التشييمات. بتشتغل معاك تشييمات برضو بس شغلها محدود في شغل الملابس. يعني انا لو انا صاحب مصنع وبشتري هجيب العمود الفصل المتحرك افضل، لان الابرتين اللي هي عمود واحد بتشتغل تشييمات بس، او دوران سوستة في البنطلون، او مثلا ممكن تشتغل عليها مرحلة الكراتش في البنطلون وشكرا، ما بتعملش حاجة تاني. ممكن تركيب الجلبيه بتاع الجيب اللي فوق، بس شغلها محدود جدا. لو انت مصنع كبير مثلا وهتجيب كذا مكنة عشان خاطر بتطلع انتاج 2000-3000 حتة في اليوم، فهتبقى خدومة معاك في المراحل اللي هقولك عليها. جيب الصدر هتشتغلوا اذا كان تشييم او بيه، دوران البتاليتا ورد السوستة اللي احنا بنسميه تجميع الصدرين والكراتش. شكرا، المكنة ديت مش بتعمل حاجة تاني. طيب العمود الفصل المتحرك او المكنة الاركان هي نفس المكنة الابرتين العادية، ولكن لكل ابرة عمود خاص بيها، وبتقدر تفصل العمودين بحاجة كده، جزء راكب فيها اسمه احنا بنسميه فصل الاركان. ديت بتركب عليها الجيوب
لما بيكون البنطين قد بعض، جيوب أركان، بنسميها في شغلنا جيوب أركان. تقدر تشين بيها الكولة لو الكولة إبرتين على طول، تقدر تشين بيها الإسورة لو الإسورة إبرتين على طول، وهكذا بتشتغل كل شغل الإبرتين اللي فيه تشييمات، اللي فيه لفات. اللفات ديت احنا بنسميها أركان، اللي هي الركنة الحادة مش الدوران. الدوران الإبرتين التانية العادية بتجيبه عادي، مفيش أي مشكلة. في الغالب بنسبة 80% بنشتري المكنة الإبرتين العمود متحرك عشان خاطر جيوب الجنس، أو الجيوب بنسبة عامة لو احنا هنشتغل الجيوب دي إبرتين. طيب انتاج المكنة ديت قد ايه في اليوم يا عم حسن؟ الإبرتين العادية لو هتشتغل عليها جيب الصدر تقدر تطلع عليها في اليوم من 1000 ل 1200 بنطلون أو 2000 جيب حسب ما انت عايز تسمي، لو الصنايعي اللي عليها شاطر ومتخصص في شغله. وقصة صنايعي شاطر ومتخصص في شغله ديت هنرجع لها في آخر الفيديو. أرجوك ما تقفلش الفيديو عشان خاطر الفيديو ده والله كله معلومات، يعني عصرت لك دماغي فيه وأنا بعمله. طيب لو مكنة إبرتين عمود متحرك عايز أركب بيها جيوب، إنتاجها قد إيه في اليوم يا عم حسن؟ بص، هو إنتاجها بيتراوح من 600 جيب، ممكن توصل في بعض الحالات ل1000 جيب في اليوم، أو تقدر تقول من 300 بنطلون مثلا لو البنطلون فيه جيبين 2 بس، لحد 500 بنطلون في اليوم في حالات نادرة. قصة ال 500 بنطلون أو ال1000 جيب دي في حالات نادرة، لو مثلا الجيب صغير، المكوة مظبوطة، القماشة خفيفة، بتجري معايا على المكنة، وبتحتاج صنايعي محترف جدا لشغل الأركان. وفي الغالب برضو المكنة ديت يا بتشتغل جاكيت يا إما بنطلون جينز. وطبعا الماركات اللي بنصح بيها هي نفس الماركات بتاعت الإبرة الواحدة. هتشتري مستعمل هات جوكي أو هات برازر. هتشتري جديد، وده أنا بنصح بيه طالما انت هتفتح مصنع عشان تريح دماغك في الصيانة، هتشتري تيبيكال رقم 1 او بعد كده جاك او صنصير، وما بنصحش بأي نوع تاني في السوق. واللي عايز يعاركني على قولة الجماعة الاسكندرانية. طيب المكنة اللي بعد كده وهي الأورليه، ودي يا سيدي مكنة بتشتغل ب3 إبرة، وفي كروشيه فوق بنسميه رش، وفي رش تحت كمان. طيب المكنة ديت بنقدر نقفل عليها نتني عليها ديل التيشيرت او ديل العبايات اللي هي فيها استرتش، العبايات بتاعة الاستقبال او العبايات القطيفة او العبايات بتاعة البيت حسب ما بتشتغلها او حسب ما بتسميها. بتشتغل ترنج وتتني ديله من غير استك، بتركب الكم من غير استك من غير اسوره. المكنه ديت برضو هي اللي بتتني ديل، هي المسؤوله عن التني بتاع القماش الاسترتش بالكامل. تمام. طيب في منها مكن كمبيوتر كامل، وفي منها كمبيوتر كامل بتعرش، وفي كمبيوتر كامل بتعرش. ويعني ايه بتعرش ويعني ايه ما بتعرش يا عم حسن؟ لما بتتني الديل على المكنه ديت بيبقى القص بتاع الحته من تحت مثلا مش متساوي، ففي مكن في منها مكن بيبقى فيه سكينه داخليه تحت بتقص الزياده ديت، وخياطه بتنزل على الجسم منها فبتداري الحرف، فبيطلع شكل الشغل جميل جدا. طبعا انا بنصح ان انت تجيب المكنه الكمبيوتر الكامل التعريش لو انت متخصص في الشغل مثلا بتاع النت اللي هو شغل التيشيرت والحاجات ديت وشغال فيه على طول، وتقدر توفر للمكنه ديت كمبروسر هواء. تمام. طيب بتشتغل ايه تاني المكنه الاورليه يا عم حسن؟ بتشتغل تشييمات على على القماش اللي بيمط، برضو تقدر تشيم بيها الجيرو بتاع الكم بعد ما بيركب، بتقدر تشيم بيها الجنب لو في تشييم جنب، بتقدر تشيم بيها الجيوب اللي قدام لو انت هتعملها لاتش مثلا في بعض الشغل الجينز، وهكذا. المكنه ديت متعدده الاستخدامات، يعني تقدر تقول المكنه ديت المكنه السحريه لحل جميع مشاكل القماش الاسترتش. بمعنى اخر انت ممكن تنتج ترنجات وتيشيرتات ودفايات وغيرهم ب3 مكنات بس، اورليه واوفر 4 فتله ومكنه سنجر. وخد بالك السنجر ديت زي البقدونس، حشره مناخيرها في اي حاجه انت هتشتغلها.
وانتاجها برضو علشان شغلها الكتير هديلك ليه بعض الامثلة. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن المكنة الاورليه. تقدر تعمل فوق 1000 ديل عباية مثلا في اليوم لو الصنايعي اللي عليها شاطر والمكنة هو مساعداه، او 1000 ديل تيشيرت، او مثلا 2000 كم، 2000 رجل في اليوم. تمام. طيب الانواع يا ابو علي، واجيبها كمبيوتر ولا اجيبها؟ لا طبعا هتجيبها كمبيوتر او لا، انا لسه متكلم فيه دلوقتي. الانواع في عندك الكنساي، ده نوع ممتاز، دور عليه ما لقيتهوش هات جاك او هات تيبيكال او هات صنصير، هتشتري جديد لان المكنه دي غاليه. مش هقول لك دور عليها مستعمله، ومش هقول لك هات جوكي او برازر جديد، لان المكنه دي غاليه سعرها ذبح. طيب في بعد كده معانا مكنه اسمها المكنه السلسله او مكنه السلسال زي ما بعض الناس بيسموها في القاهره. دي بتشتغل برضو 3 ابره او 2 ابره او ابره واحده، ومن الاخر تقدر تقول عليها اورليه بس بدون رش لا فوق ولا تحت، وبينحصر شغلها في التشييم، او مثلا بتعمل عليها بتتني عليها راس الجيب في بعض الشغل الجينز، وممكن تتني عليها ضيل القميص. تمام. وانا شخصيا مش هنصحك بيها الا لو انت شغال جينز ومش مهم نوع معين فيها. برضو هنقول هات تيبيكال مثلا على سبيل المثال، او جاك او صنصير. وطبعا انت مش هتشتري المكنه ديت غير لو انت يعني عارف انت بتجيبها ليه. يعني المكنه ديت مستبعده شويه من القائمه بتاعتنا النهارده. نروح بعد كده للمكنه الكوع، ودي برضو نفس القصه بتاعت الثلاث المكنتين اللي سبقوها، يعني دي بتكملهم، دي الثالثه بتاعتهم. بتشتغل 3 ابره او 2 ابره او ابره واحده. وملحوظه كل المكن ده الثلاثه دول الاورليه والكوع ومكنه السلسله دول اصلا بينزلوا 3 ابره من المصنع، بينزلوا من المصنع 3 ابره 3 كروشيه. وانت على حسب الشغل اللي انت محتاجه، عايزها ابره واحده بتفك ابرتين منها وتلضم ابره واحده والكروشيه بتاعها وبتشتغل، عايزها 2 او عايزها 3 نفس القصه. وانت بتشتري ما تخليش حد يقول لك ده مكنه ابره واحده ولا مكنه ابرتين وانت عايزها ايه، لا هي المكنه بتنزل من المصنع شغاله 3 ابره، مفيش الكلام ده. تمام. ومن امثله شغل المكنه الكوع، تشتغل عليها في البنطلون الجينز او البنطلون الجبردين او ما سواهم، بتشتغل لايزر وسنتر وبتشتغل الحجر. في البنطلون هي بتقدر تشيمهم ورا الاوفر ال5 فتله اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، او بتقدر يعني في بعض الموديلات بتركب لها فولدر وبتشتغل عليها تجميع من البدايه على طول، بتشتغل عليها تجميع، بتدخل القماش في وش بعضه وهي بتشتغل عليه ابرتين او 3 ابره، وبتقفل عليها الليزر والسنتر والحجر برضه. بعد كده البنطلون معاك اتقفل. تمام. وبتشتغل كمان معاك القميص الغالي اللي بتيجي حضرتك تشتريه، بتقلبه من جوه تلاقي خياطه سلسله، بتقلبه من بره تلاقي تشييم ابرتين، مفيش فيه اوفر خالص. ده بيتعمل على المكنه الكوع، وبالتالي في منها كوع ناعم وكوع خشن. والفرق بين المكن الناعم والخشن عشان خاطر الكلمه ديت بتتكرر معانا كتير، هو مجموعه السحب يا جماعه. مجموعه السحب في الاوفر بتبقى مجموعه سحب بتتغير بلكه واسنان، والمنجله بتاعت الابرتين بيتضموا على بعض شويه. ونفس القصه بالظبط في الكوع، وممكن في الكوع بيتغير لها البولر اللي ورا او السير لو هي شغاله على سير، حاجه ناعمه عشان خاطر القماش الناعم، او حاجه بتبقى تقيله عشان القماش الخشن اللي هو زي امثله الجينز والجبردين والحاجات التقيله. طيب انتاج المكنه الكوع ايه يا عم حسن؟ هديلك برضو عليه امثله. المكنه ديت في اليوم الواحد ممكن ترمي 1400 بنطلون حجر تشييم حجر، وممكن توصل للرقم ده لو هتشيم عليها الجنبين بالطول. ولو انت شغال فولدر ممكن تعدي من 700 ل 800 بنطلون انسيم او حجر
على حسب شطارة الصنايعي وعلى حسب طول الحجر اللي هو بيشتغله. لازم حضرتك تبقى فاهم الكلام ده، والكلام ده هنرجع له بعدين في اخر الفيديو. لو حضرتك مش فاهمه بيبقى لازم يبقى عندك حد فاهم الحاجات دي، عشان وانت بتضغط على الصنايعي اللي معاك تبقى عارف انت بتعمل ايه، هل هو بيلعب ولا هل هو جاب اخره. يعني الكلام ده برضو هنتطرق ليه ان شاء الله في اخر الفيديو. طيب انا بتكلم هنا عن الحجر، انا اتكلمت هنا عن انتاجها في الحجر، لان الحجر ده اطول مرحلة في البنطلون واطول مرحلة المكنة دي بتعملها. تمام. وقيس على كده بقى في عندك في القميص او اللايزر او السنتر او الحاجات ديت، والمكنة ديت لما بتشتغل حجر يفضل يكون معاها مساعد. ده بيوفر على الصنايعي اللي قاعد عليها وقت كتير وهرد كتير في الشغل، بحيث ان هو بدل ما بيقص البنطلون على نفسه ويرصه، لا في مساعد معاه بيقص البنطلون ويرصه له، فيكون هو عمل بنطلون تاني، فتستفاد انت في الوقت ده. وزي ما قلت في المكن الكوع، انا بفضل المكن الفي بي ماك الهواء الكمبيوتر الكامل. المكن الكوع العادي بيبقى فيه دواستين، دواسة بترفع الدواسة بتاعت المكنة بس وده شغلها، والدواسة التانية بتشغل المكنة. تمام. وبتكون ديت المكنة الميكانيكال بالكامل. يعني ايه ميكانيكال بالكامل؟ يعني ما فيهاش هواء، بتسحب، هي بيبقى راكب لها بولر ورا كده وبتسحب بيه. وفي ديت بيبقى نازل منها، كان مكن قديم جوكي وبرازر، وفي منها جاك، وفي شفت منها مكن سانسير نازله برضو ميكانيكال بالكامل. لكن اللي انا بفضلها الفي بي ماك دي كمبيوتر كامل، دواسه واحده بتشتغل هوا بالكامل، بتدوس عليها دوسه لورا بترفع الدواسه معاك، بتدوس عليها دوسه لقدام بتشتغل، بتقدر تتحكم في السرعه بتاعتها. وفي منها موديلات جديده كمان نازله، هي مش جديده قوي بس بالنسبه لنا جديده، فيها سنسور بيقدر يعرف لما القماش يخلص من تحت المكنه، في مقص وراها بيقص. والقص في المكن اللي هو فيه سلسله، امثله الكوع، الاورليه، او الاوفر، ده بيبقى خيط متصل، يعني في سلسله من تحت وفي خيط من فوق. الخيط ده اللوبر هو اللي بيوصله ببعض، مش زي المكنه الابره الواحده والابرتين، فالقص فيها بيعتمد على الهواء بسكينه تانية، يعني بطريقه قص مختلفه. فالمكنه الكوع في منها الكمبيوتر الكامل بتقص على نفسها، انا مش محتاج القص على نفسها كتير، ولكن انا محتاج الدواسه بتبقى خفيفه تحت رجلي، محتاج السحب بتاعي يكون بسير ما يكونش ببولر افضل للشغل، ومحتاج ان لما بدوس على الدواسه برفع يعني دواسه واحده بتحكم في المكنه افضل. فانا بفضل بصراحه الفي بي ماك، هي استثمار كويس لفلوسك. لو تقدر توفر كمبروسر هواء في المصنع بتاعك المكنه دي ممتازه، بس للاسف سعرها غالي، لكن خليني اقول لك تمنها فيها حقيقي، وممكن تشتريها مستعمله من اماكن. انا ممكن ارشح لك منها اماكن لو انت حابب، برضو اسالني في الكومنتات تحت. مش اعلان للناس دي خالص والله، بس انا اتعاملت معهم قبل كده وشغلهم موثوق فيه. طيب هنيجي بعد كده للترشيحات بتاعه المكنه. لو انت مش عايز تشتري مستعمل او مش حبيت الفي بي ماك او معكش فلوس تشتريها، فهقول لك هات تيبيكال او جاك او سانسير، المكنه الميكانيكال بالكامل. بس لما بقول لك هات مكنه عاديه، ما تجيبش مكنه عاديه الموتور بتاعها خارجي بسير. الموتور الخارجي ابو سير سفاح في الكهرباء، صوته عالي ومزعج والصيانه بتاعته كتير. هات مكن عادي سيرفو او بنقول عليه موتور داخلي. تمام. طيب اللي هنروح لمكنه تانية مش هتستخدمها كتير غير في الجينز وفي القميص، ممكن تستغنى عنها في بعض الاحيان وتستبدلها بالمكنه السلسله. ايه المكنه دي يا عم حسن؟ المكنه دي اسمها مكنه الكنساي بالسين، مكنه الكنساي. ودي بتركب الكمر سواء كان في البنطلون الجينز او في الجاكيت الجينز او في القماش اللي بيسويهم او القصات اللي بتسويهم، بيبقى فيه كمر منفصل بيركب على المكنه دي. طيب المكنه ديت بتشتغل بكام ابره؟ المكنه دي بتبدا معاك من اول ابرتين وممكن توصل معاك ل 24 ابره حرفيا، 12 ابره
وما اقل من كده. بتشتغل الاستك البنطلون ابو كمر استك، وبيبقى متبنط عليه كذا بنط. المكنه ديت هي اللي بتشتغل وبتقفله على طول. بتركب الاستك انت على الاوفر قبلها، وبتتني البنطلون، والصنايعي بيقعد يشد الاستك. والمكنه ديت نفس فكره السحب بتاعت المكن الكوع، تمام. فبتشتغل معاك كمر البنطلون الجينز، كمر البنطلون ابو استك اللي عليه بناط كتير، وامثله البنطلون ابو استك اللي عليه بناط كتير زي مثلا السروال بتاع الجلابيه السعودي، او الشروال اللي بنشتغله بيبقى فيه 4 بناط تقريبا فوق الاستك، وفي بنط منهم المسافه اللي بينهم وبين بعض عريضه بيركب فيها الحبل. واي موديل تاني فيه استك وكمر باستك بتشتغلوا، او كمر عادي بيركب بفولدر، المكنه ديت بتشتغلوا. وبتشتغل في القميص ايه بقى يا عم حسن؟ بتشتغل في القميص الباندا بتاعت الزراير. لو انت هتقصها شريط وتركبها عليها، دي بتركبها لطش، بتشبط القميص، بتوصل الشرايط في بعضها، وبترمي معاك انتاج بالهبل. الحته ما بتاخدش نص دقيقه على المكنه بالنسبه للقميص. طب ممكن استغنى عنها في بعض الاحيان بالمكنه السلسله، يعني في حالات ضيقه جدا بالنسبه للقميص. واصلا انت في القميص لو انت حبيت ان انت تشتغل بفولدر، المكنه الابرتين بتقدر توسع ما بين الكروشيهات لحد ما توصل لبوصه، وتقدر تركب لها فولدر وتشتغل عليها شريط البيه بتاع الباندا، وبرضه تستغنى عن المكنه السلسله. عشان كده بقول لك السلسله من بدايه الكلام استعمالها قليل جدا. لكن هتشتغل شغل فيه ستريتش، او شغل في ده بالنسبه للقميص، او شغل انت عايزه بسلسله من تحت وشكله جميل، المكنه الكنساي برضو بتشتغل معاك. طب الانواع بتاعتها يا عم حسن؟ نفس الانواع بتاعت المكنه الكوع. عندك الفي بي ماك ممتازه جدا، عندك لو هتشتري مستعمل برضو المكن الجوكي، وعندك المكن البرازر. المكنه ديت هاتها كمبيوتر كامل مش هتندم، بتعرش على نفسها. يعني ايه بتعرش على نفسها؟ اخر الكمر هي بتقصه، لو الكمر متوصل ببعضه بتوفر عليك مساعد. استثمار حلو مش وحش، وبتشتغل هوا في ال3 انواع اللي قلت لك عليهم، سواء كان في بي ماك او جوكي او برازر. المكنه لو هتجيبها من دول كمبيوتر كامل، المكنه غاليه بس استثمار كويس. معكش فلوس طيب تجيبها كمبيوتر كامل، هعمل ايه؟ هاتها عاديه خالص مفيش مشكله. عندك نوع اسمه كانساي برضو، لان احنا طبعا لما اتكلمنا في المكن اللي بيشتغل بسلسله من تحت او كروشيه من تحت من بدايه الاورليه، قلت لك عندك المكن الكانساي، اسمها كده، هي المكنه اسمها كانساي، ماركه اسمها كانساي، ممتازه مفيش. فعندك برضو الجاك والتيبيكال والصن سير. طيب هنروح بعد كده بسرعه للمكن المتخصص او مكن التخصص زي ما بيسموه، تمام. في الجنز وفي بعض الشغل التاني في عندك مكنه اسمها فرماتوره. من اسمها المكنه ديت بتعمل فرماتوره، او بلغه اخرى بتجنط على قفله جيب، على نهايه غرز انت خايف عليها لا تتقطع، المنطقه ديت عليها شد كتير، فالمكنه دي بتجنط عليها. طيب انا بفضل ان انت تجيبها مكنه كمبيوتر كامل، هو في منها عادي بس قديم وهتاخد منك صيانات كتير وهتغلبك في قطع الغيار. بفضل ان انت تجيبها كمبيوتر كامل. وكنت شفت من فتره مكنه من سانسير بتعمل فرماتورات، وكمان بتقدر تدخل لها اشكال تطريز في حدود حوالي مثلا 10 سم مربع او 7 سم مربع. تقدر تدخل انت اي رسمه ايا كانت للمكنه بفلاشه بتتحط فيها، وبتعملها هي بسرعه رهيبه جدا. فانا شايف المكنه ديت استثمار كويس جدا لو انت مثلا بتعمل لوجو صغير في الشغل بتاعك، بدل ما تطلعه بره تطريز. وانت عارف طبعا مشاكل الشغل اللي بيطلع بره، بيبقى فيه شغل بيتاخر، في شغل ما بيتاخرش، في شغل بيروح وبيجي في مواصلات، بتدفع فلوس بره ليه؟ هي مكنه تمام في حدود $1000 تقريبا. انا مش محدش يسألني في الاسعار دلوقتي لان الاسعار بتتغير كل يوم بسبب سعر الدولار. المكنه ديت برضو استثمار كويس جدا، استثمار كويس جدا. طيب لو انت مش عايز تعمل التطريزات والحاجات والافلام ديت، الانواع اللي بنصحك بيها
مستعمله هات براذر، وش هات براذر او جوكي. الاتنين دول مرسيدس وبي ام في المكنه يا جماعه. بالنسبه لي براذر وجوكي، مرسيدس وبي ام. ولو حبيت اقول لك تحديدا مين فيهم المرسيدس ومين فيهم البي ام، هقول لك ان جوكي انا شايفها مكان البي ام، وبراذر شايفها مكان المرسيدس في المكن ده، تفضيل شخصي. طيب المكنه اللي معانا بعد كده وهي مكنه العراوي، بتعمل العراوي بتاعت الزرار العادي سواء كانت طويله او قصيره على حسب حجم الزرار. والمكنه ديت برضو في منها كمبيوتر وفي منها عادي خالص. برضو هقول لك هات الكمبيوتر، او على الاقل هاتها جديده بموتور داخلي او موتور سيرفو زي ما كنت بقول لك. وبرضو هقول لك نفس الانواع، جوكي او براذر لو هنجيبها مستعمله، او فيبي ماك. فيبي ماك عامله فيها مكن وشغلها فيه كويس قوي. لو هتجيبها جديده يبقى برضو تيبيكال او جاك او سانسير. تمام. المكنه دي لو انت شغال شغل فيه زراير بتركب كتير، يا ريت تجيبها كمبيوتر كامل زي القميص، زي الجلابيه السعودي وما يوازيهم من الشغل اللي بيركب فيه زراير كتير، فبتعمل فيه عراوي كتير، فانت عايز مكنه خفيفه تحت رجل الخياط اللي قاعد عليها، فتجيبها كمبيوتر كامل. طيب بعد كده بنخش في المكنه اللي بتكملها على طول، وهي مكنه تركيب الزرار. في منها مكنه عاديه وفي منها مكنه كمبيوتر وانت بتلقم لها الزرار، انت الصنايعي بيحط لها كل زرار بزرار. وفي منها مكنه كمبيوتر يعني تلقيم زرار اوتوماتيكي، بتفضي كيس الزراير فيها وهي بتلقم نفسها، هي بتاخد الزرار بتركبه وبعد الزرار اللي بعديه بتقوم ماسكاه وبتركبه. المكنه ديت بتفرق معاك 1,000,000% في الانتاج. فلو انت شغال متخصص في قميص، متخصص في جلابيه سعودي، متخصص في شغل عايز شغل كتير على المكنه دي، بدل ما تجيب لك 3-4 مكنات وتقعد عليهم 3-4 صنايعيه، لا هي مكنه واحده ان شاء الله هتظبط معاك لانها سريعه جدا في الانتاج. فاستثمر فلوسك في مكنه تلقيم اوتوماتيكي للزرار. روح بعد كده لمكنه العراوي البوجي. والمكنه اللي هي او البوجي دي ما بتشتغلش معاك غير 3 عراوي بالظبط. العروه بتاعت الزرار بتاع البدله، وعروه البنطلون الجينز او الجاكيت الجينز، وعروه كم البدله. المكنه دي غاليه جدا، غاليه يعني. تمام. وده التخصص بتاعها. فلو انت هتشتغل جينز مصنع كبير مضطر ان انت تجيبها. طب لو انا انتاجي في اليوم مثلا عم حسن 300 400 500 حته، اعملهم بره. لو انت معكش تمن المكنه دي اعملهم بره. وطبعا انا بكلمك في مكنه كانت مستعمله من 5-6 سنين او من 7 سنين ب250,000 جنيه، رقم رهيب. والشيء بالشيء يذكر في مكنه تانية اسمها مكنه اللبسات، مكنه تركيب اللبسات. المكنه دي بتشتغل معاك في الجينز فقط لا غير او البنطلون عامه. المكنه ديت برضو من 5-6 سنين كان تمنها مستعمله، كانت قدامي بتتباع مستعمله تمنها فوق 1,000,000 الا ربع. دي شغلتها تركيب لبسات بس. هي فعلا استثمار كويس لو انا بنتج في اليوم فوق 3000 حته، هي هتعملهم بدل ما تشتغلها على المكنه الفرماتوره. يعني انت لو ما عندكش مكنه لبسات هتشتغل لبسات على الفرماتوره. بس مكنه الفرماتوره ممكن مكنه او 2 يطلعوا معاك 1000 حته في اليوم. تمام. لكن لو انت انتاجك اعلى هتضطر ان انت تشتري مكنه لبسات. طيب خليني اقول لك الانواع. مكنه اللبسات ما تشتريش حاجه بره الفيبي ماك وهوا. طالما انت راجل معاك 1,000,000 جنيه تشتري مكنه، يبقى تعمل لها خزان هوا وتجيبها فيبي ماك، ما تشتريش نوع خارج عن المكنه دي. تمام. وهتجيبها كمبيوتر كامل طبعا. قبل ما اقفل موضوع المكن سيبنا اكلمك عن مكن متخصص رهيب جدا بس ارقام فلكيه، بنسميه عندنا احنا في المصانع الكبيره مكن البوكيت. المكنه ديت من اسمها كده، هي انت بتحط لها حته القماش، بتجيب الجيب من غير مكوه بتحطه لها، هي بتتني الجيب وبتركبه، ولو في بنط تاني بتعمله، ولو في فرماتوره هي بتعملها كمان. ووصل بيهم التقدم التكنولوجي في المكنه ديت ان هي بتقدر تعمل الجيب النفخ
او جيب البنطلون الباجي زي ما بنسميه بالغطا بتاعه. يعني بتركب الغطا وبتركب الجيب وبتعمل فرماتورات اللي عليه وحاجه اخر الاجه زي ما بيقولوا. بس اقل سعر شفته للمكنه ديت برضه من حوالي 5-6 سنين كانت كسره ال1.5 مليون. تمام. في منها تخصص تاني اللي هو المكن بتاع شق الجيب، وهنا بقول لك شق الجيب لان هي بتاخد الفولاب بتاع الجيب او البايب بتاع الجيب وبتحط لها الورقه بتاعت الجيب وبتحط الجسم ذات نفسه، وهي بتقوم شغاله بتعمل البنطين وبتشق الجيب وبتدي لك جيب سهل. انت بعد كده تتني تقلب الجيب وتشيم وتقفل الجيب وخلاص على كده. وبرضه وصلت بيهم التكنولوجي ان انا لسه شايف مكنه من كام يوم بتشطب جيب الشق لوحدها. وهنا بقى اقول جيب الشق لانها خلاص هي عملته كله، لكن هناك كانت بتشق الجيب بس، يعني بتعمل البنطين وتشق بينهم بتفتحه بس. تمام. وفي منها مكنه شفتها برضو بتعمل دوران البتاليتا وبتعمل شغل كتير قوي. بس المكن ده يا جماعه ما بيجيش غير في المصانع اللي انتاجها فوق ال10 15 20 الف حته في اليوم، لانها مكنه غاليه جدا وصيانتها مش عايز اقول لك معقده، وممكن ما تلاقيش في مصر على بعضها 10 15 نفر بيعرفوا يصلحوها. تمام. بعد كده عندك مكبس الزراير او والكباسين، وده في منه 3 انواع. واحد يدوي بالكامل وده بنجيبه في محل تصليح مثلا او اتيليه تفصيل او ورشه محدوده. تمام. وفي الكهرباء وده برضو بيشتغل بموتور وبيكون الكبس بتاعه قوي للزرار والكبسون ممتاز افضل من اليدوي، بس بيتلقم يدوي وبرضو بنجيبه في مصنع صغير او ورشه محدوده، مش سريع جدا في الانتاج بس بيقضي الغرض، ولو انتاجك مش كتير هو كويس بالنسبه لك. اما لو بتشتغل عدد كباسين كبير، شغلك فيه كباسين كتير او انتاج المصنع بتاعك كبير، ربنا يوسع عليك وعلينا ان شاء الله، يبقى لازم تجيب مكبس تلقيم اوتوماتيكي، نفس الفكره بتاعت مكنه الزراير اللي بتلقم لنفسها. المكبس ده بتفضي فيه شنطه الزرار من هنا وبتفضي فيه الشنطه بتاعت الكبسونه التانيه من الجنب التاني، وهو بيشتغل تك 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 تك، وبيشتغل كمان بليزر، حاجه منتهى الجمال. بينشن بليزر كده على ليزر، نشان ليزر على مكان اللي هيركب فيه الكبسونه، والصنايعي اللي عليه ما هو لان هو يمسك له الحته ويدوس على الدواسه فبيقوم خابط الكبسونه في مكانها. هنروح بعد كده للقص، وانت هنا لازم يكون عندك، لو انت هتقص في مكانك لازم يكون عندك ترابيزه قص لا يقل طولها عن 3 متر وعرضها عن 180 سنتي لو انت ورشه على قدك، ما ينفعش اقل من كده. وممكن الترابيزه دي تعدي معاك لطول 20 متر مثلا، والافضل في الترابيزات لو هتطول يبقى معاك العرض 2 متر عشان خاطر المصدر يعرف يتحرك عليها كويس، لان بعض الاتواب بيبقى عرضها بيوصل ل 180 سنتي، فيبقى عندك 10 سنتي من اليمين و10 سنتي من الشمال يقدر يتحرك فيهم المصدار اللي هيشتغل عند حضرتك. وفي بعض الاقمشه بيبقى عرضها اكبر من كده، انت لو هتشتغل فيها هتعمل ترابيزه على قدها طبعا. تمام. طول الترابيزه بيفرق معاك في كميه الشغل اللي انت بتطلعها. لو انت انتاجك كبير حاول تخلي الترابيزه بتاعتك اطول عشان خاطر تقدر تستوعب، يعني القصه بتاعتك مثلا ما يبقاش ارتفاعها 100 طبقه، ما نوصلش للارتفاعات العاليه ديت، لان الارتفاعات العاليه ديت بتعمل مشاكل في بعض الاقمشه. تمام. يبقى الارتفاع بتاعنا معقول، والطول ده نقدر يعني وانت بتعمل الماركر بتاعك الكمبيوتر بيقدر يكرر الموديل فيه كذا مرة، فناخد عدد مقصوص كبير في كل مرة حسب طول الترابيزة، فطول الترابيزة بيفرق معاك في الموضوع ده. تمام. لو انت هتشتغل انتاج عالي فوق 5000 حتة او فوق 7000 حتة، يفضل انك تجيب عربية بتشيل توب القماش. تمام. وبتبقى راكبة على الترابيزة من فوق وبتحط فيها توب القماش، وبتسهل عليك عملية الفرد احسن مليون مرة من الفرد اليدوي، لان بعض الاقمشة ما بتحبش الفرد اليدوي، بيبقى فيها ستريتش وبتبقى فيها مشاكل، لكن العربيات بتسهل الامور. طيب لو انتاجي اعلى من الانتاج اللي انت قلته يا عم حسن، يبقى يا ريت تجيب
المكنه بتفرد القماش، بيبقى هي عربيه زي ما قلنا برضو، بس مش يدوي بقى، هي بتشتغل لوحدها. بتيجي في اول الترابيزه بتنزل القماش، بيبقى فيه 2 مساعدين واقفين بيمسكوا التوب، وهي بتمشي لوحدها. بتبقى انت محدد لها الطول بتاع القماش، بتنزل الحته على الاخر وبتقص. هي فيها كتر بيقص وبتكرر العمليه، ولما التوب بيخلص بتقف وتحط لها توب تاني، وهكذا. دي بتسرع معاك عمليه الفرد بطريقه جامده. تمام. لو انتاجك هيعدي مثلا 10-15 الف في اليوم، ففي بقى نظام قص كامل متكامل، بيجي الترابيزه بتاعته بالعربيه بتاعه الفرد بتاعه القماش، بالبرنامج بتاع القص ذات نفسه. ده انا شفته من شركه واحده، معرفش ما شفتوش من شركات تانية، اللي هي شركه جيربر بتاعه السوفت وير الشهير بتاع الباترون. دي اصلا بقى ما بتقصلهاش، ما بتعملهاش باترون ورق ولا حاجه، هي بتشتغل بتفرد اوتوماتيك بالكامل بعد ما وبيبقى فيها نظام شفط هواء من تحت عشان تفضي المسامات من غير ما حد يفرد وراها القماش بعصايه او حاجه زي ما بنشوف في القص. وبتفرد في الاخر وش طبقه بلاستيك، وبتبدا تقطع. هي فيها كتر بيقطع هو بعد ما انت اساسا بتخلص. الراجل الباترونيست بتاعك بيخلص الفرشه بتاعته على الكمبيوتر وبيدي امر للقص، هي بتتوكل على الله بتقص لك الفرشه بالكامل. بس ديت ما بتشتغلش بيها غير في المصانع العملاقه، لاني على ما اتذكر سعرها من فتره كان حوالي $1.5 مليون. لاحظ ان احنا دلوقتي بقينا بنتكلم بالدولار، $1.5 مليون، فده رقم اصلا تقدر تفتح بيه مصانع مش مصنع دلوقتي. تمام. طيب لو هتشتغل فرد يدوي يبقى تستنضف في شغلك، يعني لو انت حد على قدك، تمام، لسه ورشة صغيرة كلنا على قدنا طبعا، يبقى ياريت تستنضف في شغلك وتجيب هاند كتر صغير كده بيركب على نهاية الترابيزة. طبعا حوالي 3-4 آلاف جنيه مصري، معرفش يزيد دلوقتي بسبب الدولار ولا لأ، بس ده نضيف حاجة، نظافة النظافة. الصنايعية او الجماعة المساعدين اللي واقفين مع الإصدار وهم بيفردوا القماش، بدل ما يجيب سكينة من بتاعة المقص ويفضل يقطع بيها في طرف القماش يبقى شكله زي الزفت، لا، الهاند كتر ده بتقوم فارد الطبقة وتقوم مشغله، بيقوم معدي هو قاصص الطبقة من على آخرها، والراجل المساعد التاني بيقوم زقه بيقوم راجع لك، وهكذا. بيقطع رايح ويقطع جاي، وتمنه مش غالي، وانا شايفه استثمار كويس، وصدقني ده هيوفر عليك هدر في القماش ووقت كبير في التقطيع. ده لو انت بتشتغل بإنتاج. كمان لو انت هتشتغل الباترون بتاعك في المصنع، فهيلزمك ان انت تجيب باترونيست شاطر بيشتغل كمبيوتر ومحترف في شغل الباترون بالكمبيوتر، وهتوفر له سوفت وير. لو هو ما عندوش الكمبيوتر بتاعه يبقى انت هتوفر له سوفت وير اللي هو هيشتغل عليه، زي مثلا ليكترا او جيميني او اوبتيتكس او جيربر. وللعلم جيربر معظم الناس بيشتغلوا بيه في مصر، يعني فوق 80% بيشتغلوا جيربر او جيميني. تمام. وان كنت انا شخصيا بفضل الاوبتيتكس، بس طبعا ده يعني بفضل الاوبتيتكس لعدة مزايا موجودة فيه، بس هو للأسف مش مشهور في مصر. طب لو ما قدرتش توفر باترونيست خاص بيك لان مرتبه بيكون كبير وشغلك مش كتير، فما فيش مشكلة، بيبقى عندك في مكاتب، ناس فاتحة مكاتب اصلا بتعمل باترون كمبيوتر كتير مالين البلد، تقدر تتعامل معاهم، وهو بيعمل لك الباترون بتاعك، وبيقضي بيسألك انت طول الفرشة بتاعك كم متر، وبيطبعه لك عنده، وبيدي لك رول ورق مطبوع بتحطه عندك وبتبدأ تشتغل. تمام. انا بفضل الطريقة ديت وبلاش اليدوي، توفير للوقت وتوفير للقماش، لان تعشيق الكمبيوتر اثبت فاعلية كبيرة جدا وافضل بمراحل من التعشيق اليدوي، الا في حالات ضيقة جدا ان الباترونيست بتاعك مدقدق في الشغلانة بقى وغاوي ان هو يعشق يدوي، ويفضل بقى يحنتف وينتف مع نفسه كده ويحط حته الباترون هنا، لا الحته دي ما تسويش مع ديت، ويشيل ديت ويحط ديت ويبدا يشتغل ويرسم بالمارك. بس الموضوع ده مرهق جدا وبيضيع وقت كتير قوي، يعني بيهري وقت. انا شايفه
خاصة لو القطعة بتاعتك فيها قصات كتير. يعني مثلا ممكن نشتغل يدوي لو انا شغال تيشيرت، لو انا شغال عباية ظهر وصدر وكمين، فمش هيفرق كتير يعني. لكن برضو بفضل شغل الكمبيوتر انه خلاص مبقاش مكلف يعني، ومتر الورق النهاردة بيطبع مش عارف ب15-20 جنيه تقريبا او حاجة زي كده. واخيرا بالنسبة للقص هتحتاج تشتري مقص، بنقول عليه احنا مقص دار او مقص دار. مقص دار ما يقلش عن 12 بوصة او 10 بوصة على الاقل لو انت هتقص كميات، عشان خاطر الطبقات كل ما بتعلى معاك انت عايز ارتفاع في المقص. ال8 بوصة اللي الناس بتقول عليه انا ما فضلهوش خالص بصراحة، لانه بيلزمك بعدد طبقات معينة. ولو مصنع حضرتك بيعمل عينات كتير وعندك مثلا في حد مسؤول عن العينات بيقصها وبيشتغلها، انت جايب حد متخصص ليها مثلا، فيعني حبيت تروق عليه، عندك في مقص اسمه مقص عينات صغير كده ثمنه حوالي 4000 جنيه، بيشتغل بالكهرباء. ده حلو جدا وهيريح الراجل اللي شغال معاك، ويعني انت كده هتبقى عامل معاه الواجب. طيب اخيرا عشان الفيديو طول بزيادة احب اقدم لك شوية نصايح اللي كنا بنتكلم عنها عند المكن فوق. لو انت اول مرة تفكر في الموضوع ده فلازم تشوف حد يكون ثقة ويكون قريب منك وكان في الاساس صنايعي محترف بيقص باترون وبيعمل عينات وبيفهم في انواع المكن، وكمان يكون عنده القدرة على تحديد وقياس مهارة الصنايعية اللي معاه ويقدر يدربهم، ويكون صاحب روح محبوبة وشخصية قيادية حازمة. ده تمسكه إدارة المصنع. ليه؟ لأن المثل المصري بيقول ادي العيش لخبازه لو كل نصه. بدون حد ما عندوش المهارة ديت المصنع بتاعك هيقع للأسف، لأن انت مهارتك زي ما قلت لك لو انت أول مرة تفكر في الموضوع ده، أو انت مستثمر بس مفهمش حاجة في القصة دي. ولو انت مستثمر بيفهم في القصة ديت ولكن عندك مسؤولياتك الأخرى، لازم تجيب حد فيه نفس المواصفات دي يمسك لك المكان بتاعك، وأيا كان مرتبه اللي هتديهوله ايه فهو مكسب بالنسبة لك. ليه بقى؟ عشان ببساطة الراجل ده هو اللي هيقدر يوظف إمكانيات الناس اللي شغالة معاه، ويقدر يطلع معاه انهم كل طاقتهم في الشغل. زي ما كنت بقول لك في صنايعي يجيب اركان محترف احنا عايزينه عشان يطلع معايا من 800 ل1000، عايز مش عارف صنايعي هو فاهم كل ده وعدى عليه واشتغله بايده. فلما يبقى معايا صنايعي وانا قاعد ابص عليه وهو شغال كده وراقبه من بعيد، واروح واجي اقول له طب شد ايدك شويه، لا الجوده بتشتكي منك في الحته ديت انا عايزك تظبطها من هنا. مع الوقت اما يعدي عليا معاه ساعه وساعتين اقدر اقيس قدرات الصنايعي ده. ما اقدرش اشيله من هنا واحطه في الحته اللي هناك ديت لان هو قدراته محدوده في المكان ده، فاقدر استفاد منه واعرف اخر قدرته فين، عشان لما اضغط عليه اطلع اخر ما عنده، ما بقاش انا قتلته في الشغل. دي واحده. واتنين، ما بقاش اضغط عليه الضغط اللي يجيب معايا نتيجه عكسيه ان هو يبقى كاره الشغل. لا، انا برضو عايزه يطلع شغله بطريقة كويسة، وبالذات الراجل اللي هيبقى معاك ده اللي فاهم الشغل ماشي ازاي. لو في مشكلة واجهت الصنايعي هو هيبقى اول واحد حاسس بيها ويقدر يحلها. ليه بقول كده؟ عشان ان في بعض الصناعية بيدعي ان في عنده مشكلة في المكنة، بيدعي ان في عنده صعوبة في الشغل، بيبقى ادعاء مش بيبقى حقيقي. فاللي يقدر يكشف القصة ديت مين؟ صنايعي زيه ويكون مدقدق في الشغلانة. لان احيانا بيبقى في مشاكل بجد، في مشكلة حقيقية بتواجهه، في عنده مشكلة في المكنة، في عنده مشكلة في الشغل اللي جاي له مش مقصوص كويس، في عنده مشكلة مش عارف فين. فاللي يقدر يحدد الامور دي كلها ويقدر يحكم عليها حد يكون اشتغل كل الحاجات دي. وبعد كده ضروري يكون عندك باترونيست شاطر يطلع لك الموديل من الرسمة لو حضرتك هتشتغل شغل خاص بيك. وفي بعض الناس بيسألوني بيقولوا طيب انا راجل مصمم ازياء اللي هو بيرسم الموديلات وعاوز يفتح مصنع وعاوز يبقى عنده شغل وعاوز بس يعني هيروح فين ويجي منين؟ طبعا ده بيبقى عنده معلومات عن المكن بس مش يعني يعني عنده معلومات عن المكن، عنده معلومات عن الحاجة، بس عايز يفتح مصنع. انت هتبقى لو انت مش بتشتغل باترون بايدك
هتحتاج يكون معاك باترونست شاطر يطلع نفس الرسمة بتاعتك يترجمها هو الباترون عنده، ومن من خلال الباترون ده يقدر يطلع قطعة مطابقة للرسمة بتاعتك 100%. ودي بتفرق في الباترونست الشاطر، بتفرق من باترونست لآخر. تمام؟ ده لو انت هتشتغل لحسابك. طيب لو هصنع للغير، هتحتاج صنايعي يكون شاطر جدا، ويفضل يكون باترونست كمان عشان خاطر يقدر يقص الحتة ويقفلها ويعمل لك عينة مطابقة 100% للعينة اللي العميل جابها لك. ويقدر بعد كده لو انت احتاجته ينزل معاك الصالة بتاعت الشغل عشان يفرج اللي او يوري الناس اللي قاعدين على المكن، او المشرف المسؤول يبدأ يقول له ديت هنشتغلها كذا وديت هنقفلها كذا. ده برضو اعتبره ايدك اليمين. طيب يا ابو علي، لو المكن اللي انت ذكرته ده فوق هشتري منه ايه واسيب ايه؟ عشان انت كلمتني عن انواع مكن كتير. طيب بص يا غالي، ايوه ما تستغربش انت غالي عندي والله، بس انا مش عارف انت لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة ليه، ومع اني يا غالي عمال اقدم لك كلام غالي والله. طيب لو كملت لحد هنا اعمل اشتراك في القناة، مش هكلفك حاجة والله، ولايك للفيديو، كومنت، واعمل مشاركة، وبعدها نسخ الرابط. ده بيخلي اليوتيوب يفهم ان الناس عايزة تشوف الفيديو، فيبدأ الفيديو يطلع لناس غيرك وغيرك، وبكده انت بتساعدني اوصل لعدد كبير من الناس، وبتساعد ان عدد كبير من الناس يدعي لي ويدعي لك، لان الفيديو زي ما انت شايف كله بالكامل مجاني، وان شاء الله هنفضل مستمرين في الكلام بتاعنا ده كله بالكامل مجاني لوجه الله عز وجل. وباخد لك لفة في القناة برضو بعد كده هتستفاد منها كتير بإذن الله. وتعالى بقى اما اجاوبك على الاسئلة اللي بتدور في دماغك. لو هتشتغل جينز جاكيت او بنطلون جبردين او ما سواهم، فهتجيب كل المكن اللي ذكرناه قبل كده ما عدا المكن اللي منشنت لك عليه، قلت لك بلاش دي سيب دي. تمام؟ طيب لو هتشتغل شغل نت او شغل قميص او شغل عباية زي ما كنا بنتكلم فيه فوق، فهيكفيك الاورليه والسنجر والاوفر ال4 فتلة، ولو احتجت ال5 فتلة. طيب انا بشتغل جلابيه سعودي بس يا عم حسن، او الثوب السعودي زي ما الناس بتسميه، فهتجيب مكن سنجر ومكن اوفر 4 و5 فتلة، مكنة واحدة 4 فتلة لان مش هتحتاجها كتير، وال5 فتلة هي اللي عليها العامل بتاعك، ومكنة عراوي ومكنة زرار ومكبس للكباسين. ونفس الكلام في القميص زي الجلابيه السعودي بالظبط، بس هتقدر تزود في القميص مكنه الكنساي لو انت بتشتغل البنده بتاعته بيركب لها شريط. تمام؟ وهتزود مكنه كوع كمان لو انت بتقفل جنب القميص والجيرو بتاع الكم بتقفلهم على مكنه كوع، وحبيت شغلك يبقى طالع نظيف. طيب العبايات الخليجي ممكن تكتفي بالاوفر ال5 فتله والسنجر والمكنه الاوفر ال4 فتله، او على حسب الموديل بتاعك اللي انت هتشتغله. لو هتزود فيه مراحل جديده فالمكنه انا ذكرته فوق كله بالمراحل بتاعته بيقدر يعمل ايه. وقبل ما تقفل الفيديو يا ريت ما تحرمناش من اشتراكك الجميل، انا عارف ان انا قلت الكلمه دي كتير طول الفيديو، وهتنوروني في القناه، وانا سعيد باسرتي الجميله اللي فيها. احنا دلوقتي داخلين على 1500، يمكن يكون في تاريخ الفيديو ده عديناهم. ولايك حلو زي حضرتك كده، وانا متشكر جدا ان انت وصلت الدقيقه ديت معايا في الفيديو. وما تنساش اخواتنا في غزه من الدعاء، ولو تقدر اتبرع ليهم. الشتاء داخل والعالم ديت نصهم مطرود بره من غير بيوت. الله يكون في عونهم، ربنا ما يكتبها على حد، وربنا ينصرهم يا رب. ولو عندك اي سؤال في المهنة تقدر تسيبهولي في كومنت تحت، لو انا عارفه هرد عليك بسرعة. لو هيحتاج مني بحث هبحث وهرد عليك برضو ان شاء الله. وفي النهاية احب اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم كلكم في الله. مع السلامة.